إعصار في قلب مصر. ده نداء ومحدش واخد باله لحد دلوقتي. جسمك هينمل صيغة من الدكتور، جسمك هينمل تتعرف يطلع، يتحرق الدكتور بيطلع يا عم. في لحظات بتمر على الدنيا بتحس ان الزمن وقف، وان في حاجة فوق كل العلوم وفوق كل التوقعات قررت تظهر فجأة. إعصار في قلب مصر ده مش مجرد حدث نادر، ده نداء ومحدش واخد باله لحد دلوقتي. بس السؤال الحقيقي، احنا ليه بنشوف كوارث زمان بتتكرر تاني دلوقتي؟ هات مخك وتعالى. اللي حصل في اسكندرية ده يا صديقي مش مجرد شوية أمطار، ده حدث احنا لازم نقف عنده، لأن اللي حصل ده مش مفصول عن اللي قبله، مش مفصول عن الزلزال اللي جاء قبلها بكام يوم، ولا مفصول عن الزلزال اللي جاء قبلها برضه بأسبوع، ومش مفصول عن اللي جاي لسه. كل حاجة متصلة واحنا في النص بنتفرج. بس تعالى نسأل سؤال بسيط، ليه دلوقتي وليه هنا؟ احنا مش أول ناس يحصل لها كده يا صديقي. لو فتحت كتب التاريخ هتلاقي نفس السيناريو بنفس الرعب بنفس النداء. ناس بتنسى فتجيلهم حاجة تفوقهم، ناس بتتغير من جوه فتتغير عليهم الطبيعة. في عهد سيدنا نوح المية كانت رسالة، في عهد سيدنا لوط الأرض اتشقت، في عهد فرعون الطبيعة كانت حرب. ربنا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكر فيها كده، يعني الكوارث دي مش عقاب كامل، دي مجرد لمسة خفيفة بس. الكارثة مش في الجو يا صديقي، الكارثة فينا احنا. لما الإعصار يجي لحد عندنا يبقى لازم نقف وقفة مع نفسنا. لما بلد كانت دايما طقسها معتدل فجأة تبقى فيها إعصار وزلزال ورياح بتكسر المحلات حرفيا، بتدغدغ الإزاز، يبقى في شيء فينا اتكسر. عارف ايه أغرب حاجة يا صديقي؟ إن الأحداث دي متكررة وبنفس الترتيب، زلزال وبعده زلزال أقوى وبعدين إعصار. ولو فتحت كتب التاريخ وشفت أيام ما كانت الناس بتسيب ربنا هتلاقي نفس السلسلة والتسلسل. وكل مرة البداية كانت بإشارة، وكل مرة كان في ناس بتفهم وناس بتضحك. عايزك تقف مع نفسك وقفة وتسأل نفسك، ليه حصل زلزال في نفس التوقيت ده؟ وليه بعده بكام يوم حصل زلزال تاني وبعدين حصل إعصار؟ ليه الأماكن اللي كانت دايما مصدر أمان بقت مصدر خوف؟ انت فاكر ان ده ترتيب عشوائي ولا شايف انها سلسلة بتقولك فوق؟ الإعصار اللي ضرب اسكندرية مش حاجة بتعدي، ده مش حدث موسمي، ده علامة. دي لحظة لازم كل واحد يسأل نفسه فيها، أنا فين من كل ده؟ أنا علاقتي بربنا شكلها إيه؟ كان معاك الفاتح فتحت لك باب العقل والدور عليك تفتحه لحد تاني. ايه ده؟ ايه ده؟
دي لحظة لازم كل واحد يسأل نفسه فيها، أنا فين من كل ده؟ أنا علاقتي بربنا شكلها إيه؟